اللي قدامك في الفيديو ده ستانلي اوهاويتشي، لاعب الزمالك السابق ولاعب وادي دجله. فيديو اتطلب مني كتير جدا لانه كان حته لاعب حوار من المواهب الافريقيه النادره في الكره المصريه. الاهلاويه بيحبوه وشايفينه لاعب تقيل قبل الزملكاويه كمان. راح فين بعد الزمالك وبعد توهجه الكبير جدا واهم المحطات في مسيرته وسبب رحيله من الزمالك، كل ده في الفيديو ده. يلا بينا. ستانلي لاعب نيجيري تم اكتشافه بعد تألقه في الدوري المالطي، لعب معاهم 19 مباراة، سجل 16 هدف غير طبعا الاسيستات، والكلام ده كان في موسم 2014 عشان وادي دجله يتعاقد مع اللاعب موسم 2014. وخلال موسمين مع وادي دجله لعب 62 مباراة رسمية، سجل 28 هدف غير الاسيستات. ومش بس كان لاعب فينيشر، لا كان لاعب عالي قوي جدا تهديفيا، بجانب انه لاعب مهاريا عالي جدا وبيصنع الفارق بشكل مرعب بسبب مهارته وسرعته وقوة تسديداته. وكانت الاندية اللي زي الاهلي والزمالك بتترعب منه في التحولات المرتدة عشان الاهلي والزمالك يرغبوا في ضم اللاعب وبشدة. بس في النهاية الزمالك نجح في التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بسبب تمسك نادي وادي دجله باللاعب وبيعه برقم كبير جدا، لانه حقيقي كان لاعب ملفت بشكل كبير وكواليتي عالي جدا. الزمالك دفع نصف مليون دولار لوادي دجله و400 ألف دولار للاعب، يعني دفع 27 مليون جنيه مصري وقتها في موسم 2016، وكانوا رقم كبير جدا. لعب مع الزمالك 20 مباراة، ما يعادل نصف عدد ماتشات الموسم، ولكن تخيل معايا انه سجل في ال20 مباراة 11 هدف غير الاسيستات. كان مبهر حرفيا، وكان اكتر لاعب ملفت وخطير في الزمالك مع احترامنا لاي اسم وقتها. وفي بطولة افريقيا اللي الزمالك يعتبر وصل للفاينل ب 16 لاعب فقط، وكانت كارثة ادارية حرفيا، لانه كان منفجر وسجل هدف الحسم والصعود امام الوداد في نصف النهائي بمجهود فردي وعالمي بحت ما يطلعش غير من لاعب فلتة. اما بقى في نهائي افريقيا الزمالك خلاص اصابات واجهاد ومفيش دكة وكمان مفيش بدائل، 16 لاعب بس في البطولة، قايمة كارثية حرفيا للزمالك. الزمالك ما راحش بريتوريا، خسر 3 صايمة من صن داونز، وستانلي اضاع فرصة لا تضيع. وقتها الزملكاوية نسيوا للراجل كل حاجة حرفيا، وانه اصلا سبب وصولهم للفاينل، وهوب انتقادات بالجملة واطلقوا حملة ماذا اضعت يا ستانلي. وفي ماتش العودة اللاعب سجل هدف الزمالك الوحيد من تسديدة قوية جدا، ورغم اصابته الا انه تحامل على نفسه وسجل هدف بسبب عدم وجود بديل ليه خارج الملعب. ولما الموسم انتهى والزمالك المفروض يشتري اللاعب من وادي دجله، طلع مرتضى منصور قال لك هجيب لاعب واحد ب 28 مليون جنيه، ما انا ممكن اجيب 3 لاعبين افارقه ب 20 مليون بس. ايوه والله دي كانت عقليه مرتضى الاداريه، عبث حرفيا. وراح جاب 3 لاعبين ما لعبوش ماتشين 3 على بعض، وبعد كده اشتكوهم في المحاكم الدوليه. والقادسية اعلن التعاقد مع ستانلي بدون الاعلان عن القيمة المالية، واللاعب استمر مع القادسية 4 مواسم، لعب خلال ال4 مواسم مع القادسية 87 مباراة، سجل 32 هدف. ولكن بدايته ما كانتش افضل حاجة عشان ينتقل بعد موسم واحد لنادي عجمان اعارة لمدة موسم في موسم 2018. بعد موسم واحد من التعاقد مع القادسية لعب لعجمان 25 مباراة، سجل 7 اهداف. بعدين رجع تاني للقادسية وتألق معاهم وسجل ال 32 هدف. بعدين بقى بعد تدهور مستواه انتقل لوادي دجله في الدرجة الثانية موسم 2021. بعدين انتقل لنادي الوهمي السعودي موسم 2022، وبعدها اختفى عن الانظار تماما. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش لايك وشير وتشترك في القناة، وتقول لنا عاوز فيديو عن مين. وبس كده، سلام.